ومرة جديدة بدي جابر صباحي معكم مستمعي ومشاهدي إذاعة وير اف ام، وبقلكم صباح الخير. وصلنا لفقرتنا الحوارية لليوم يلي راح نحكي فيها عن موضوع الألم العضلي الليفي. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور ينال سعيد. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. الفيبروميالجيا أو الألم العضلي الليفي هو عبارة عن تعب طويل الأمد أو مزمن، وهو يرتبط بألم ينتشر في العضلات والعظام والمناطق اللينة من الجسم، ويسبب شعورا عاما بالإنهاك ومشاكل في الذاكرة والمزاج. وتعد هذه الأعراض ذاتية، بمعنى أنه لا يمكن تحديدها أو قياسها بواسطة الاختبارات الطبية المعروفة. دكتور يسعد صباحك مرة جديدة. بدنا نحكي شوي عن الألم العضلي الليفي. بداية دكتور، حبذا لو تعرفنا بمتلازمة الألم العضلي الليفي وأسباب إصابة الشخص بهذه المتلازمة. صباح الخير. متلازمة الألم الليفي العضلي هي حالة مرضية مزمنة محددة تترافق مع آلام معممة بكامل الجسم. مريض بيشكو من آلام بعضلات الجسم، ألم عضلي بشكل أساسي، رغم أنه بيتوضع أكثر شيء بعضلات محددة من الجسم، لكن المريض دائما بيشكو من آلام والتعب مزمن غير مفسر. تحاليله طبيعية، فحصه طبيعي، لكن المريض عنده شكوى محددة من آلام عضلية معممة. دكتور، ما هي أعراض الألم العضلي الليفي؟ يعني متى يحس الشخص أنه مصاب بالألم العضلي الليفي، وما هي أهم العلامات التي تظهر على المريض؟ الأعراض بشكل أساسي هو الألم. المريض بيشكو من آلام معممة، لكن تتوضع بشكل أساسي بعضلات محددة. مجرد ما بتلمس هالعضلات بضغط خفيف المريض بيشكو من ألم شديد. هاي العضلات بشكل أساسي بتتوضع بمنطقة المنطقة القفوية خلف الرأس، منطقة العضلات خلف العنق وأمام العنق، فوق الكتفين، فوق شوك الكتف، فوق بين لوحي الكتف، فوق الخاصرتين، داخل الركبتين. مجرد ما بتلمس العضلات بيصير في ألم. هذا الألم ما شديد، ألم متوسط الشدة لكنه مستمر. مريض دائما شكوى، عنده تعب مزمن غير موضوع الألم العضلي اللي مجرد ما بتلمس العضلات بيكون في وجع. مريض دائما بيشكو انه عنده تعب مزمن، غير قادر على اداء واجبات اليومية. ست البيت مو قدرانة تقوم الفرشة، الدكتور مو قدرانة ارفع ايدي، مو قدرانة اشتغل شغل البيت. تعب مزمن مترافق مع المريض، لكن ممكن يترافق مع أعراض تانية بشكل مختلف بين مريض وآخر. يعني ممكن يترافق مع اضطرابات النوم. دراسات أشارت أنه أغلب المرضى عندهم عدم قدرة بفوت بمرحلة النوم العميق، فبتلاقي المريض دائما بفيق أنه مو أخذ كفايته من النوم، فهذا بيزيد الطين بلة. هذا اضطرابات النوم، سواء مجهولة السبب، سواء اللي وراها أسباب محددة مثل سليب أبينيا، انقطاع نفس أثناء النوم، أو اعتلال أعصاب السكري، ريسلس سايندروم، متلازمة الساق غير مرتاحة، ما بتخلي المريض سبب معين ما عم يخليه يفوت بالنوم بشكل كامل للصبح. بتلاقيه بفي انه اعراضه اكثر. طبعا حتى انه اضطرابات نوم متهمه كسبب لمتلازمه الم الليف العضلي او كعرض. في اعراض تانية طبعا بشكل اساسي الاكتئاب. المريض بتلاقي مزاجه دائما معكر. مثلا بيشكو بيقول لك انه دكتور انا مو قدران يعني اخذ واعطي مع حدا، ما بتحمل اي صوت، مو حابب اطلع من البيت، مو حابب يجيني زيارات ابدا، نفسيتي تعبانه، دائما عم يضيق خلقي من اي صوت، خاصه ست البيت ممكن صوت الاطفال ما تحملوا ابدا، عم اضرب اولادي كتير. فبتلاقي الحاله النفسيه حجر اساس بمتلازمة الألم الليفي العضلي، بالإضافة لاضطرابات النوم والألم العضلي بحد ذاته. وطبعا الألم ممكن ينتشر للأربطة والأوتار العضلية وحتى جوف المفاصل، خاصة مفصل الركبتين. دكتور، هل تختلف أعراض الألم العضلي الليفي من حالة إلى أخرى؟ وليش؟ هلا طبعا بعد ما نشخص، طبعا في اتجاه معين لنشخص ألم الليف العضلي. بتختلف الأعراض بين مريض والتاني. أول شيء
الموضوع بيتعلق بصحة المريض بوراثته، فمو كل المرضى بيجوا بنفس الأعراض. في مرضى بتلاقيهم بالفرشة مو قدران يتحركوا، بتحللهم بتصورهم ما بتلاقي شيء. وفي مرضى آلامهم متوسطة، بيختلف بين شخص وآخر وتعلق بوراثته. كمان حتى نفس المريض بتلاقي بنفس اليوم الأعراض مو نفسها، بين الصبح والمساء ممكن بتزيد بالمساء. حتى بيختلف باختلاف الجو، إذا كان الجو ربيعي الجو حلو بتلاقي أعراضه أحسن، الجو شتوي بيختلف. حتى بالفصول، فصل الخريف بتزيد الأعراض، فصل الاكتئاب بتزيد أعراض الألم الليفي العضلي، وحسب الجهد اللي بيمارسه المريض كمان له علاقة. والأساس دائما بنرجع للحالة النفسية للمريض. طب دكتور ينال، من هم الأكثر عرضة للألم العضلي، الرجال أم النساء؟ النساء طبعا. النساء أكثر عرضة للإصابة بالألم الليفي العضلي أكثر من الرجال. طبعا هذا ما بيمنع أن الرجال كمان بيصابوا. السبب غير معروف، قد يكون له علاقة بالهرمونات، قد يكون انه عتبة الحالة النفسية منخفضة عند النساء، بيتأثروا اكثر بالستريس، بالحالة النفسية اليومية المتقلبة. لكن ما في سبب محدد انه ليش النساء بينصابوا اكثر من الرجال. طبعا كل الناس ممكن تنصاب. العمر الاشيع للإصابة هو بين فترة البلوغ والكهولة، يعني في عمر الشباب. لكن ما بيمنع حتى الأطفال ممكن ينصابوا، بس بدرجة أقل بكتير. دكتور، كيف يتم التشخيص أن الشخص يعاني من متلازمة الألم العضلي؟ هذا سؤال بينسأل الأطباء أكثر شيء. كيف بتشخص الألم الليفي العضلي؟ وتشخيص الألم الليفي العضلي صعب. الألم الليفي العضلي بيتشخص أول شيء حسب أعراض المريض سريريا، أعراضه شو بيشكو، فحصه، الآلام وين بتتوضع بالعضلات اللي ذكرناها، بالقفا، بين لوحي الكتف، فوق الخاصرتين، الجدار الأمامي للصدر، العلوي للصدر. مجرد ما ألمس العضلة لمس ضغط خفيف بتلاقي في وجع قوي. الشغلة الثانية عن طريق النفي. أنا أنفي أي أسباب ممكن تقلد الألم اللي في العضلة، مثل قصور الغدة الدرقية، يعني بعمل تحاليل دموية، قصور الغدة الدرقية، فقر الدم، قصور الكلوي المزمن، قصور الكبد المزمن بالمراحل النهائية، ممكن يسبب آلام معممة بتشبه آلام الليف العضلي. استقصاءات سلبية، فحص سريري موجه، أعراض مريض موجهة هون. أما ما في تحليل محدد أطلبه أو صورة محددة أطلبها تشخص ألم الليف العضلي. دكتور، هناك دراسة تقول بأن الحالة النفسية والاجتماعية لها دور كبير في الإصابة بهذه المتلازمة. مثل ما ذكرنا، أكيد الحالة النفسية لها دور أساسي ودور محوري. الألم الليفي العضلي دائما أنا بفصل مع المريض، بستجوبه بشكل مفصل وأعطي المريض حقه بالاستجواب لأصل أرضية نفسية. في أمراض كثيرة، الوسواس، القلق، لكن الأساس هو الاكتئاب وانخفاض المزاج. أو في حالات تانية، مثلا ممكن المريض متعرض لصدمة نفسية قوية، خاصة مثلا فقد عزيز، وفاة إنسان عزيز عليه، ممكن من بعدها بلشت هالأعراض. فدائما فصل بالحالة النفسية للمريض، وما بيصير شخص آلام الليف العضلي دون ما دور على الأرضية النفسية، خاصة الاكتئاب أو فقد عزيز، أو حتى يعني ممكن يكون أمراض نفسية تانية مثل ما يعني حكينا، القلق ممكن يكون، أو الوسواس. طب دكتور، هل الوراثة لها دور في الإصابة بمتلازمة الألم العضلي؟ الوراثة إلى دور بكل شيء بالحياة، بالأمراض دائما الوراثة إلى دور. لكن في وراثات محددة ووراثات ما محددة. هلا بألم الليف العضلي حكما الوراثة بيلعب دورها، لكن ما وراثة واضحة. فبتلاقي الأم عندها آلام الليف العضلي، البنت بعد ما تتزوج تخلف أو بعد ما تتزوج مباشرة بتلاقي بلشت آلام تشبه آلام الليف العضلي، وممكن يتشخص لها بالطرق اللي حكينا عنها. لكن الوراثة ما أكيدة، يعني ليس بالضرورة أنه مثلا الأم أو الأب والأم باعتبار أشياء عند النساء عندها آلام الليف العضلي ومشخص لها آلام الليف العضلي، ليس بالضرورة أنه تنقل الموضوع لأولادها. لكن الوراثة إلى دور، لكن ليس وراثة محددة بنمط محدد. يعني هل هناك حالات طبية دكتور مصاحبة لهذه المتلازمة؟ مثلا المصاب بمتلازمة التعب المزمن يمكن أنه يصاب بمتلازمة الألم العضلي؟ طبعا في حالات، يعني ألم الليف العضلي أشيع بأمراض أنه يترافق مع أمراض أكثر من أمراض تانية. مثلا هلا متلازمة التعب المزمن هي كمان مرض بحد ذاته، لكن بيترافق بكثير من الأحيان مع آلام الليف العضلي.
ممكن مثلا متلازمة الأمعاء الهيوجة ممكن ترافق مع ألم الليف العضلي. التهابات المفاصل خاصة في سياق الذأبة، لأنه الذأبة بشكل بحد ذاتها ذأبة الحمامية الجهازية ممكن تسبب اضطرابات نفسية، الاكتئاب بشكل أساسي يؤدي إلى آلام الليف العضلي. مثل بترافق مثلا مع متلازمة الساق الغير مرتاحة أو سليب أبنيا، انقطاع النفس أثناء النوم، المريض نومه مو منيح بسبب هالأمراض هاي، ممكن يؤدي إلى متلازمة ألم الليف العضلي. متلازمة ما بعد الرض، مريض أكل رض على راسه ممكن مع الزمن مجموعة أعراض تظهر من ضمنها آلام الليف العضلي. طب دكتور ينال، الكثير يقدمنا على العلاج الطبيعي لمثل هذه الحالات النفسية، ما مدى تأثير الأدوية البديلة أو العلاج الطبيعي في هذا الموضوع؟ العلاجات أولا بنشخص بشكل صح بعد ما ننفي كل الأمراض اللي بتقلد آلام الليف العضلي، بعدين بدور على الأرضية الأساسية خاصة الاكتئاب، بعدين بنجي على العلاجات. العلاجات كثيرة، علاجات دوائية موجودة كثيرة لآلام الليف العضلي، من ضمنها مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، من ضمنها مضادات كانت تستخدم كاختلاج، هلا ما عاد تستخدم كمضادات اختلاج، كالبريغابالين، جابابنتين. مضادات الاكتئاب إذا في أرضية اكتئابية للموضوع، خاصة هذا الشائع عند المرضى. العلاجات البديلة بتفيد بشكل أساسي، ما بنعتمد على الدواء لحاله بس. العلاجات البديلة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، نعلم المريض مثلا يتعامل مع مشاكله بشكل صح خلال الحياة. حتى ذكر عن حالات فائت رياضة اليوغا أو رياضة التأمل، الإبر الصينية ممكن. فالعلاجات البديلة أساسية، ما بعتمد على الدواء لحاله بس، بثقف المريض حوالين مرضه، بعطيه تمارين رياضية محددة يمارسها بساعات محددة خلال النهار، يتعامل مع مشاكله بشكل صح، ما يكتم بنفسه مشاكله مشاعره، ما يعصب لأتفه الأسباب، خلي عتبة التعصيب تكون عالية. وبيجي بعدين رقم 2، مو رقم 1، رقم 2 بيجي العلاج الدوائي. دكتور، بعض الدراسات تشير إلى أن الألم العضلي الليفي شائع بين الذين يتعاملون مع المهن مثل الصحافة والهندسة المعمارية والقطاع المالي، ما تعليقك؟ الصحافة طبعا مهنتكم، المهن اللي فيها توتر نفسي، جهد مستمر، شغل طوال اليوم، ضغط، ستريس دائما، مثل يكون مثلا مع الحدث أي مشكلة تغيرت لازم تكون موجود، تكون حاضر، أو المهن اللي بتحتاج مجهود عقلي كتير وشغل كتير. جميع المهن اللي فيها ستريس مستمر ممكن المريض يشكو من الألم الليفي العضلي، خاصة إذا كان له الحالة النفسية حجر أساس بتشخيص آلام الليف العضلي. طب دكتور، المسكنات أو مسكن الآلام المعتاد، هل يمكن استخدامه للتخلص من متلازمة الألم العضلي الليفي؟ هلا العلاجات مثل ما ذكرنا ممكن تكون مضادات التهاب غير الستيرويدية اللي هي كمان مسكن بنفس الوقت، ممكن مضادات الاكتئاب إذا في اكتئاب عند المريض، وممكن بريغابالين أو جابابنتين. لكن المسكنات لوحدها ما بتفيد أبدا، لازم أنا دور على الأرضية النفسية وعالجها وثقف المريض حوالين مرضه وحاولوا يستوعب مشاكله وساعده بهالشي وبأكثر من زيارة وفهموا شو لازم يساوي بحياته، بعدين بحكي عن المسكنات. أما مسكن لحاله أو مضادات التهاب غير ستيرويدية ما بتفيد لحالها أبدا. لا يعني ما في المريض ياخذ مسكن؟ فيه ياخذ بس لحاله كعلاج وحيد لا، علاج السلوكي وممارسة الرياضة والعلاج النفسي له دور، وكل مريض حالة لحال. أما كمسكن لحاله ما راح يفيدك، أو ممكن يخفف المشكلة بشكل جزئي. طب دكتور، بحسب الأخصائيين أنه من المهم جدا لمرضى الألم العضلي الليفي القيام بتمارين الأيروبكس والوقفة والتمدد والبيلاتس ونظام اللياقة البدنية أو اليوغا والسباحة. هل لك أن توضح أكثر وتشرح كيفية القيام بهذه التمارين في المنزل بالبيت يعني؟ هلا أنا برأيي الرياضة بشكل عام، سواء كانت رياضة التأمل أو الأيروبيك أو السباحة أو أي نوع من الرياضة بيحب المريض، بتفيد. أولا بتفيد حالته الجسدية، لأن المريض مجرد ما يمارس الرياضة حتى ولو لاقى صعوبة بالبداية، مارس الرياضة معلش مع الزمن راح تفيدك. حتى لو عندك ألم ليفي عضلي، ألم بالظهر، ألم بالرقبة، حتى رياضة المشي بتفيد. متابع عليه، أولا بتحسن الحالة الجسدية للمريض، ثاني شيء بتحسن الحالة النفسية. عندي ساعات محددة بالنهار مارس فيها الرياضة، منقطع عن أي نشاط تاني مارس فيها الرياضة، حتى
مع سماع الموسيقى، بتحسن الحالة النفسية. مجرد ما تحسنت الحالة النفسية بالإضافة للحالة الجسدية مع الرياضة، بتنعكس على حالة المريض، بتتحسن آلامه مع الزمن، فبتلاقيه بيواظب. طبعا هون الرياضة بجميع أشكالها، المشي، الأيروبيك، التأمل، يوغا، شو ما كان، السباحة، لا تجهد حالك. يعني الإجهاد بينعكس بشكل سلبي. يعني هو مو إني كتر من الرياضة بتحسن أكتر، لا، حدد ساعات محددة، خليها مثل نشاط محدد باليوم، ما تزيد إجهادك مشان ما ينعكس بشكل سلبي على الآلام. بس الرياضة أساسية بالمنزل شو ما كانت، حتى ولو كانت المشي. دكتور، ما الفرق بين الألم العضلي والتشنج العضلي؟ هلا ما لهم علاقة ببعض أبدا. التشنج العضلي هو تشنج بيصير بعضلة محددة أو بعدة عضلات أو بكامل الجسم نتيجة إجهاد بشغل محدد، أو تعرض للبرد، أو إجهاد وتعرق بعدين تعرض للبرد، يؤدي إلى تشنج بالجسم. حالة مؤقتة بتزول، بتلمس العضلة بتلاقيها مصلبة مشنجة. أما آلام اللي في العضلة، العضلة ما متشنجة، وحالة مزمنة بتستمر سنوات طويلة، مو مثل التشنج العضلي حالة مؤقتة أو ممكن تكون محددة بعضلة أو عضلتين. دكتور، ما هي كيفية العلاج من متلازمة الألم العضلي؟ طرق العلاج؟ العلاج بينقسم لقسمين، شيء بيقع على عاتق المريض وشيء على عاتق الطبيب. هلا على عاتق الطبيب هو توعية المريض حوالين مرضه، عدم استخدام مصطلح ما معك شيء. ما بتقول له المريض ما معك شيء، خاصة قدام الأهل، خاصة إذا كانت أنثى مع آلام الليف العضلي. إنك تقول إنه ما معك شيء يعني إنك عم تمثل، إنك مو حابب تشتغل. هذا بينعكس سلبا على حالة النفسية المريض. أنت اتهمته إنه ممثل، هون بيزيد الاكتئاب وبيزيد آلام الليف العضلي. أنت بتقول له ما معك شيء من ناحية جسدية، لكن معك أعراض بتوجه لآلام الليف العضلي، خاصة مع تحاليل سلبية. الشغله الثانيه من ناحيه الطبيب، الادويه. انا بعطي الدواء المناسب لكل مريض حسب حالته، الادويه كثيره، فبعطي الدواء وبتابع تاثيراته الجانبيه، برفع جرعات بشكل تدريجي، خاصه مضادات الاكتئاب في إلى اشكال كثيره، في عده انواع من الادويه حسب حاله المريض. بعطي المريض اللي عنده اضطرابات بالنوم ممكن اعطيه اميتريبتيلين، بيحسن نومه، بيحسن مزاجه كمان، فبتحسن، بينعكس على الام. اما مريض عنده انقطاع نفس اثناء النوم، ما بعطيه مركبات الاميتريبتيلين، بتجه للسيرترالين، فلوكسيتين، كلوميبرامين، شو ما كان حسب حاله المريض، وبرفع جرعات بشكل تدريجي. بثقف المريض حوالين تاثيرات جانبيه للادويه، يخبرني يمر علي ظهر اي تاثيرات. المريض لازم يصبر على الادويه لان تاثيراتها بشكل تدريجي لحتى تنعكس على حالته النفسيه بعدين على امراضه. البريغابالين، الجابابنتين كانت مضادات اختلاج، هلا لم تعد تستخدم كمضادات اختلاج، بتفيد بمتلازمه الالم الليفي العضلي. بس براقب تأثيرات الجانبية وبرفع الجرعة بشكل تدريجي لأنه له تأثيرات جانبية، خاصة إذا مريض عنده سليب أبينيا ما بعطي بهالحالات، بيزيد الطين بلة، بيزيد عدد نوبات انقطاع النفس، فبيأثر على الألم الليفي العضلي. القسم الثاني بيضل على المريض. المريض لازم يعرف إنه ما في شيء عضوي معه، لكن في شيء اسمه ألم الليفي العضلي. بيحسن حالته النفسية، بيتعامل بشكل صح مع مشاكله، بيستوعبها. لازم يغير روتينه اليومي، يطلع من البيت، يكون عنده زيارات، رفقات يفضلون، ما يحبس مشاكله بنفسه، ما يعصب على أتفه الأسباب، يمارس حياته اليومية واجباته، لكن يكون في فترة للترفيه، لزيارة الأصدقاء. ست البيت لا تعصب على أتفه الأسباب على الأطفال. يعني أحيانا النساء بيذكروا لي إنه دكتور أولادي هن سبب مرضي، يعني أطفال بدهم يلعبوا، بدهم يتشاقوا، ولا ليش اسمهم أطفال وشلون بدهم يمارسوا طفولتهم تحسن شخصيتهم بشكل أساسي. فالمشكلة بالمريض مو بالأطفال. هن مارس يعني الرياضة بشكل أساسي، تابعي على أدويتك واستمري بالتواصل مع الطبيب تبعك. دكتور ينال سعيد، اختصاصي في الأمراض العصبية، شكرا كتير لك لحضورك لعنا اليوم. أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، وصلنا لختام فقرتنا الحوارية لليوم يلي كنا عم نحكي فيها عن الألم العضلي الليفي، وكان ضيفي في الاستوديو الاختصاصي في الأمراض العصبية الدكتور ينال سعيد. وهلأ راح نسمع الأخبار باللغة العربية مع زميلتنا شيرين سالو.